وائل جياري، انا مش عايزه يعرف انك شفت الفيديو ده، مش هتسيب امه. طبعا احساس الخيانه ده اسوأ احساس ممكن تحس بيه اي ست في الدنيا. بس قبل ما نتكلم عن الخيانه وقبل ما اقولك ازاي هتقفشي جوزك بالدليل المادي، حابب اسالك سؤال الاول. هو الاحساس ده جالك من ايه؟ اصل هي حاجه من اتنين ملهاش تاني، يا اما عدم ثقه بجوزك وده موضوع حلقتنا النهارده، يا اما عدم ثقه بنفسك. وانا شايف ان احساسك بعدم الثقه ده لو موجود يبقى اسوأ بكتير من احساسك بالخيانه. لما تحسي ان انت اقل من كل الستات اللي حواليك، لما تحسي ان كل الستات اللي حواليكي اجمل منك واشيك منك في كل حاجه، احب اقول لك لا، انت غلطانه. انت ست زي كل الستات، جميله. ربنا خلق كل ست وميزها بجمال يميزها عن كل الستات اللي في الدنيا. في اللي جميله بطيبتها، في اللي جميله بشكلها، في اللي جميله برقتها، في اللي جميله بذكائها. يمكن الحاجه الوحيده اللي بتجمع كل الستات هي حاجه واحده، الجمال. وانت ست، انت منهم، فشويه ثقه بنفسك بس. انت جميله. ويلا بينا نبدا الحلقه. وبما اننا بنتكلم عن علاقه فيها طرفين، انت وجوزك، تعالي الاول نتاكد من احساسك ده، مش يمكن يطلع غلط. عشان كده انا عملت لك اختبار عباره عن 7 اسئله، 4 اسئله انت هتجاوبي عليهم و3 اسئله هتساليهم لجوزك ولكن بطريقه غير مباشره، والاجابه عباره عن اختيارات، هتختاري يا 1 يا 2 يا 3، وفي اخر الاختبار هقول لك على النتيجه. يلا بينا نبتدي الاختبار. السؤال الاول، بتتوقعي جوازك ده يعيش قد ايه؟ 1 طول العمر، 2 20 سنه مثلا، 3 10 سنين على الاقل. السؤال الثاني، الثقه ما بينكم شكلها ايه؟ 1 موجوده من البدايه، 2 موجوده ولكن في بعض الشكوك، 3 مشكله ولسه ما اتحلتش. السؤال الثالث، لو رحتوا فرح او حفله وفي ناس كتير وستات كتير، 1 هيديكي كل اهتمامه، 2 هيقضي الوقت كله مع اصحابه، 3 هيتكلم ويركز بس على الستات اللي موجوده في الفرح. السؤال الرابع، لو صحابه بتوع زمان اتجمعوا دلوقتي، 1 هيروح لو كان فاضي، 2 اكيد هيروح لانه على تواصل معاهم لحد دلوقتي، 3 مش هيروح لان الموضوع مش فارق معاه اصلا. السؤال الاول لجوزك، لو سألتيه بطريقة غير مباشرة، هو انت بتحب العيال ليه؟ 1 هيقولك عشان انت امهم، 2 عشان عزوة ولمة وعيلة، 3 عشان هي دي سنة الحياة. السؤال التاني لجوزك، لما تحكي له عن خيانة جوز صاحبتك ليها، 1 هيندهش ومش هيصدق الكلام ده مطلقا، 2 هيعتبر ان الخيانة دي غلطة كبيرة جدا، 3 هيضحك ضحكة خبيثة كده وياخد الموضوع كله تريقة. اخر سؤال لجوزك، لما تتكلمي قدامه باقتناع شديد ان الحب بيختفي بعد الجواز، 1 هيرفض الكلام ده رفض قاطع، 2 هيقولك المسؤولية على الطرفين، 3 هيأيد الكلام ده بمنتهى القوة. وبكده تكون انتهت الأسئلة وانتهى الاختبار. ويلا بينا بقى نشوف النتيجة ونعرف إن كان إحساسك من الأول صح ولا غلط. يلا بينا. النتيجة، لو كانت معظم إجاباتك 1 فأنت لازم تقفلي الفيديو ده دلوقتي حالا. حرام عليك يا شيخ، جوزك بيحبك وعمره ما هيخونك ابدا، بس اللي ناقصك شويه ثقه. اما بقى لو كانت معظم اجاباتك 2 فاحتمال الخيانه بعيد ولكن وارد. ليه؟ لانه الواضح انه اتخنق من حضرتك، كتر الغيره وكتر الشك وكتر ما هو حاسس انه طول الوقت بيدافع عن نفسه بيخليك يتخنق. ارحميه شويه، هو بيحبك ومش هيخونك، بس حركاتك دي هي اللي هتخليه يخونك، خلي بالك. اما بقى لو كانت معظم اجاباتك 3 لا قدر الله فاحتمال الخيانه اكيد $1,000,000. هذا الرجل ليس له محل ثقه على الاطلاق. كيف بقى نمسك هذا الرجل الذي ليس له محل ثقه ده؟ عايزين نقفشه. عايزه تعرفي؟